الحياة تتلخص في العلاقات. هي دي النتيجة النهائية اللي توصل ليها بحث استمر لمدة 75 سنة. أجيال من الباحثين والبشر كانوا في الدراسة دي بيبحثوا بيشوفوا هو إيه اللي فارق في حياة الناس، إيه اللي فارق كان في حياة الناس خصوصا لما وصلوا في نهاية عمرهم. اكتشف الباحثون إن أكتر حاجة فرقت في صحة الناس النفسية والجسدية، اللي فرق معاهم في سعادتهم وقدرتهم على مقاومة الأمراض والشيخوخة والأحزان، هو وجود علاقات صحية طيبة، علاقات كان فيها قرب وحب وتفاهم. من الدراسة دي نقدر نكتشف انه شكل حياتي بيتحدد بشكل علاقات. العلاقات ممكن تكون مصدر للراحة والمتعة والانبساط والنضج والتطور، وممكن تكون برضو سبب في الألم والمرض النفسي والجسدي. لما بكون في علاقة أنا مقبول فيها ومحبوب فيها والمجهود اللي أنا ببذله متقدر ومتشاف، بيخلي شكل حياتي أفضل. لكن لو أنا في علاقة العلاقة دي بيتحكم عليا فيها طول الوقت، أنت فاشل، أنت ما بتفهمش، انت ما بتحبنيش كفايه، انت ما بتبذلش مجهود عشاني كفايه، طول الوقت بيتشكك في المجهود اللي انا ببذله سواء في العلاقه او في الحياه. بيتشكك في مشاعري، هو انت حسيت كده ليه؟ مش المفروض تحس المشاعر دي؟ افكاري، هو انت ليه بتفكر بالطريقه دي؟ ليه افكارك مختلفه عننا؟ ليه ارائك مختلفه عننا؟ نوع العلاقات ده بيخلي الحياه تقيله، بيخلي الحياه نفسها والعلاقه نفسها تقيله. فحياتي هي في علاقاتي.